ماسيو رايح فين؟ طبعا ماسيو نازل البسين. هنسيب احنا طبعا الفرش بتاعنا وهنسيب كل حاجه، شايفين؟ هنسيب الاستاند وهنسيب ترابيزتنا وهنسيب دنيتنا كلها عشان خاطر ماسيو هينزل البسين. طب ما كفايه البوكسر يا ماسيو. ماسيو طب والشورت بتاعك في الارض، لو هو طلع ضيق عليك المايو عشان انت بقالك كتير ما لبستهوش، فاستكفى بالبوكسر وخلاص. تعالى كده من ورا. استنى تعالى اقفلهولك. استنى يلا روح بالراحه يا نانسي. خلي بالك بس عشان لو في هنزله البسين ماشي، لو حد جه ندهيلي. يلا روح. ماسيو هيتجنن، عايزه اقول له تعالى من هنا. بالراحه. بص يا ماسيو، استنى بس يا ماسيو، استنى عشان مش عايزاك تجون عشان انت ما بتعرفش تعوم. يلا مش هعيد كلامك، مش هسمع. يلا اهو، تعالى اهو، انزل من هنا بالراحه. من هنا. يلا انزل واحده واحده. استرها يا رب، استر يا اللي بتستر. ماسي وهتجون يا ماسي عشان انت لو بص في الصليب. نعم ما دفعالي، هوريها لحضرتك. التذكرة اهي. مش عايزاك تجون عشان خاطر انت ما بتعرفش تعوم يا ماسي. هي ممكن تزحلق ولا حاجة؟ طيب ماشي، ربنا يستر، بس هو ما بيعرفش يعوم. ماسيو انا خايفه بس احسن انت تيجي في الحته اللي هي الواطيه دي لحسن تغرق. لا ولا يهم. ايه الاخبار؟ ساعه الميه ساعه. الاخبار؟ لا ما انا خايفه برضه، انا حاسه ان الميه واطيه هنا، فخايفه بصراحه اصل الميه تغطيك. طبعا عايزه اقول لكم ان انا مرعوبه، انا بترعب اصلا لحسن يكون البلاط تحت في البسين يكون بيزحلق وكده، وهو اصلا ما بيعرفش يعوم ماسيو، وانا مش جايبه له اصلا اللي هي العوامه دي، فما كناش عاملين حسابنا اصلا ان هو ينزل البسين. فلما شاف العيال بتنزل البسين عايزه اقول لكم شبط وقعد يزن، فقلت خلاص ايه على نفسه، جبت له مايو من البيت وقلت ايه افرحه شويه. وسيبنا طبعا الترابيزه وسيبنا الاستاند وسيبنا حاجتنا، والنهارده ايه انا اقضيه في البسين النهارده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ماسيو. ساعه يا ماسيو.